انا بالاصل عراقي. جنسيتي سوري، اجدادي سوريين عاشوا بسوريا، اوكي، لكن الاصل عراقي. الاصل عراقي، ولا احتاج الى DNA تحليل يعني لاثبت لكم انني سعفة نخيل متجذرة على شط العرب في العراق العظيم. العراق ما يخون، العراقي ما يخون وطنه، ما يجيب قوقازي وباكستاني وافغاني على بناته وخواته بهذا الشكل. انا يستنكر هذا الموضوع، لذلك هنا ياتي الاصل. فانا عراقي، ابن المحامده، دليم المحامده، ابن الفلوجه، ابن الانبار، ابن القائم، ابن الرمادي، ابن الرطبه والكرابله وحديثه والخالديه. اي نعم عراقي. اجى سايكس بيكو قسم المنطقه، راحت دير الزور من جهه السوسه تحدى العراق طبعا مع الفرنسي، وراحت الرمادي وقضاء الانبار من راحت مع العراقي، مع البريطاني. العراقي يابا ما يدلل على وطنه، ما يجيب كل المحتلين صراحه. نعم يربطني بالسوريين واوراق وجنسيه وعيش مشترك، عشنا سوا اجدادنا بسوريا، لكن الاصل عراقي. وصراحه الاصل في اغلب الاحيان يرد عن كثير اشياء. أنا يستنكر والله، أجيب غريب على سوريا والله. شو يسوي القوقازي عند بناتنا المسيحيات وخواتنا وعيال المسيحية؟ شو يسوي؟ بس قلبية وحماه ووادي النصارى وباب شرقي وباب تومة. شو يسوي الأفغاني والقوقازي؟ يجي على بناتنا يهينهن، وأولادنا ولد الوطن من كل الأطياف والأديان يذلهم. ما هذا الشيء غريب، هذا الشيء ما يسويه. هنا يرجع الأصل، بدك تعرف هذا الإنسان عنده أصل ولا لا. فأنا أصلي عراقي وافتخر بهذا الشيء صراحة، والعراق أهلنا ومنذ الأزل، منذ الأزل الأجداد للأمانة، من جهة دير الزور. طبعا كلكم تعرفون دير الزور راحت مع الفرنسي. فالعراقي ما يخون وطنه ولا يدلل على عياله من ناس غرب ما نعرف قرعة أبوهم وراس أبوهم من وين. العراقي ما يخون، هاي التصرفات خطوط حمر يسمونها العراقي صعب. يعني شجاعة والجرأة اللي تشوفونها عندي أحيانا هذه من العراق، ما هي من جماعة الحبر والورق والتوقيع والإمضاء على بيع الأوطان. شو يسوون القوقازيين عند خواتنا البارحة المسيحيات؟ شو يسوون؟ اي نعم احنا عراقيين ونفتخر بعد، نفتخر. سلامتكم.